القبة دي من أكبر القباب في العالم على فكرة. لو انت من اسيوط فبنسبة كبيرة انت ما تعرفش ان عندنا مسجد فيه واحدة من اكبر القباب في العالم، مش في اسيوط بس ولا في الصعيد يا صديقي، لا في العالم، وهو مسجد الامير سنان في بيروت. المسجد مبني على مساحة 1300 متر مربع تقريبا، وتجدد بجهود ذاتية تماما في سنة 2020. كمان عايز اقول لك ان المسجد عمره حوالي 350 سنة. تعالوا اسمعكم الاذان بصوت الشيخ محمود فوزي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن القبة مبنية على الطراز العثماني أو المملوك المتأخر، اللي كان مشهور ببناء قباب ضخمة جدا بنظام هندسي معقد بيوزع الوزن بشكل دقيق على الجدران، عشان كده القبة مش بتنهار. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. مش عاوز أصدمك وأقولك إن قبة المسجد دي كمان تتقارن بمساجد كبيرة زي الجامع الأزهر وقبة جامع السلطان أحمد في اسطنبول في تركيا. وخد عندك المفاجأة الكبيرة، قبة الصخرة. أنا بالنسبة لي جاي على بالي إن أنا أسميه المسجد الذهبي. بالنسبة لي دي كانت رحلة جميلة، أنا انبسطت فيها أوي بصراحة. شكرا لأهل ديروت الكرام. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعزك يا رب. قول لي أنت كمان كنت تعرف إن المسجد ده موجود في أسيوط ولا لأ؟ سلام.